فيلمنا بيبدأ بمرجع تاريخي مقلق شوية. أول حالة موثقة للهيدروفوبيا، يعني الخوف الشديد من المية، حصلت من حوالي 2300 سنة تقريبا. والهيدروفوبيا دي ممكن تكون اضطراب نفسي اسمه أكوافوبيا، لكن الأخطر بكتير إنها واحدة من أشد أعراض مرض السعار. وفي الحالة دي الشخص أو الحيوان المصاب بيعاني من تشنجات مؤلمة جدا لما بيحاول يشرب مية أو حتى يقرب لها، وده بسبب مباشر إن الفيروس بيهاجم الجهاز العصبي المركزي. وعند الشمبانزي الحالة دي ممكن تخليهم يتغيروا سلوكيا تغيير جذري، يبقوا مندفعين كده وعدوانيين جدا، قادرين يهاجموا أي حد يقابلهم. ومن هنا بالظبط فيلمنا بيبدأ في نص الضلمة ووسط الأغصان والشجر. بيظهر طبيب بيطري شكله ابن ناس كده، واضح إنه مبسوط ومتفائل، جاي في مهمة شكلها يبان بسيط، يدي لقاح لشمبانزي اسمه بين. وبين الصغير ده من أول نظرة بيبان لطيف وغير مؤذي، قاعد بهدوء، هدوء زيادة عن اللزوم فعلا. لكن البراءة دي مش بتدوم غير ثواني معدودة. فجأة من غير أي إنذار الشمبانزي بيهاجم الطبيب البيطري بوحشية، بيفرتك وشه، بيقطعه حتة حتة لحد ما بيموت في لحظة مفاجأة ومخيفة جدا. وبعد كده بتظهر سلسلة من التقارير الإخبارية بتوسع السياق شوية، بتقول إن الشمبانزي اتعلموا يتواصلوا باستخدام لحد 300 كلمة، وده اللي خلاهم يبقوا متاحين أكتر كحيوانات أليفة جوه البيوت البشرية. وبعد المقدمة الإخبارية دي الزمن بيرجع بينا 35 ساعة قبل أحداث الطبيب البيطري. في الوقت ده بنتعرف على لوسي، بنت شابة جميلة بتركب طيارة متجهة لهاواي راجعة بيتها. وأثناء الرحلة ولد بيخبط فيها بالغلط وهي بتتكلم في التليفون مع أختها، والولد بيلقط الدبدوب بتاعه وبيضحك وبيعتذر. واللحظة دي ما كانتش تبدو مهمة خالص. في الوقت ده لوسي بتكمل كلامها مع أختها إيرين اللي بنشوفها في البيت عايشة مع الشمبانزي علشان تراعيه. وساعتها إيرين بتقول لها إن كل حاجة جاهزة لوصولها. وبعد ما التليفون يخلص لوسي بتتكلم مع أعز أصحابها كيت، مخططين يقضوا الويك اند في بيتها. وبعد شويه صاحبه كيت اسمها هانا بتوصل وبتبدا تتكلم مع فيل صاحب الولد اللي خبط في لوسي، وبالمناسبه كان اسمه درو. وفي الوقت ده كان بيساعدها تشيل شنطتها، وهانا واضح انها معجبه بيه وبتطلب منه رقم تليفونه. ولما بيوصلوا الكراسي بتاعتهم هانا بتقول للوسي انها قاعده في مكانها المخصص، وبعدين بتفكر شويه وبتقرر تقعد في الكرسي الوسط علشان تتكلم معاهم هما الاتنين طول الرحله. لما بيوصلوا اخيرا اخو كيت بيكون مستنيهم علشان يوصلهم لبيت لوسي. اثناء الطريق بيبان انه بيلطف شويه مع هنا بشكل خفيف، وده اللي بيخلي لوسي متضايقه بوضوح. وبعد كده الكل بيروح لبيت لوسي، وهناك لوسي بتقابل باباها ادم اللي بالمناسبه كان اصم وبيتواصل بلغه الاشاره. وفي اللحظه دي ادم كان في نص كلام عن صفقه نشر محتمله لكتابه، صفقه لسه ما قدرش يخلصها. ورغم احباطه الشديد مزاجه بيتغير خالص لما بيشوف بنته جت، وبيبقى مبسوط جامد وهيطير من الفرحه. وبعد شويه كيت بتعرف هنا على بابا لوسي وبتوضح انهم هيقضوا الويك اند في البيت. وفي الوقت ده اخو كيت بيوصل وبيبان ان لوسي عندها انجذاب خاص ناحيته، واضح في تصرفاتها ونظراتها. بعد كده بنشوف لوسي وهي بتقابل اختها ايرين اللي واضح انها زعلانه واخده على خاطرها منها، وده بسبب ان لوسي كانت غايبه فتره طويله عن ايرين. وفي الوقت ده ايرين كانت حاسه انها لوحدها بغياب اختها، وعلشان تهدي الجو لوسي بتدي الدبدوب للشمبانزي، نفس الدبدوب اللي شفناه في الطياره، وده اللي بيخفف الجو وبيخلق لحظه اتصال بسيطه بين الاخوات. في الوقت ده بيبان ان الشمبانزي بيستخدم تابلت ايرين علشان يتواصل من خلال ابلكيشن بيحول الكلام المكتوب لكلام مسموع. وبين على فكره بيعرف يستخدمه كويس جدا، بيخليه يتفاعل مع اصحاب البيت بطريقه سلسه وبشكل مفاجئ. وبعد كده بنشوفهم بيعرفوا بين على هنا صاحبتهم، لان كيت صاحبتها من سنين واخو كيت كانوا عارفينه اصلا. بعد كده هنا بتمشي شويه في البيت، تقف قدام صوره لوسي شويه. وفي الوقت ده اخو كيت بيظهر وبيقول لها ان مامة لوسي اتوفت من فتره، وبيشرح كمان انها كانت عالمه متخصصه في دراسه الرئيسيات، تطورهم وبيولوجيتهم وتشريحهم وسلوكهم الاجتماعي، وبتستخدم علوم زي البيولوجي والانسر بيولوجي والسيكولوجي علشان تفهم الانواع دي احسن وعلاقتها بالبشر. وهي فعلا اللي جابت بين البيت زمان. وبعد الاكتشاف ده اخو كيت بيعرض على هنا سيجاره بنبره معاكسه واضحه، وبعد تبادل كلام شويه بيمشي وبيسيبها لوحدها. وفي الوقت ده هنا قررت تستكشف البيت اكتر، وفي النهايه بتوصل لحمام السباحه الكبير الهادي اللي بيسيطر على جزء كبير جدا من البيت. وفجاه الشمبانزي بيظهر جنبها بالظبط. لما بين بيثبت نظره على الميه بيبان بوضوح انه عنده هيدروفوبيا، عرض واضح جدا للسعار. الحيوان بيبدا يظهر علامات مقلقه، يعرق كتير، ملامح وشه بتتغير. وفي الوقت ده بين بيمد ايده لهنا، ولما هي بتمد ايديها بحذر بيحاول يعضها بعنف. وفي اللحظه دي ادم بيظهر وبيقدر يسيطر على الشمبانزي بصفاره، بياخده بسرعه بعيد، وبعدين بيهدي هنا وبيشرح لها ان بين عمل كده علشان هي غريبه عليه، وبيقترح
بيقترح عليها انها تطلع ترتاح شويه. بعد كده بنشوف ادم بيمشي بين ناحيه القفص الصغير بتاعه وسط الخضره والشجر الكتير، نفس المكان اللي شفناه في البدايه. لكن المفاجاه بقى لما بيلاقي جثه حيوان ميت، وساعتها بيسال بين لو اتخانق مع اي حيوان او حاجه، ولما بيبص كويس بيلاقي علامه عضه على ايد بين، وده بيخليه ياخد قرار فوري يحبس بين في القفص احتياطي. وتاني يوم الصبح ادم بيحكي لعياله ان في حيوان دخل القفص وعض بين، وعشان الامان بعد جثه الحيوان يتحلل علشان في احتمال يكون نقل مرض. وبيقول لهم كمان انه هيتصل بالطبيب البيطري لامبرت يشوف بين في اقرب وقت ممكن، لكن دلوقتي بين هيفضل محبوس. وفي اللحظه دي بيودعهم وبيقول لهم انه راجع قريب، وبيوعدهم كمان انه اول ما هيرجع هيقضوا يوم مع بعض. وبعد كام ساعه وهو مش موجود بنشوف الشباب بيبتدوا يرتاحوا وينبسطوا عند حمام السباحه. بعد كده هنا بتقرب اكتر من اخو كيت، وده اللي بيخلي غيرة لوسي واضحة جدا متضايقة من الوضع. وساعتها لوسي بتتدخل وبتقرب على هنا، وبتقترح على هنا انها تكلم الولاد الحلوين اللي قابلوهم في الطيارة، وبالمناسبة كانوا عاجبينها قوي. وفي الوقت ده هنا بنبرة تحدي بتجرأ لوسي انها تعملها وتكلمهم بنفسها، ومن غير تفكير لوسي بتقبل التحدي وبتتصل. وبعد شوية مامة كيت بتتصل تفكرها تأكل السمك، لكن لوسي اللي بترد. لكن اثناء المكالمة كيت فجأة بتحس بتعب وبترجع كل اللي في بطنها، فبيقوموا لوسي بتساعدها انها توصل اوضتها وترتاح شويه. وفي اللحظه دي بيبان ارتباطهم القوي لما بنشوف انهم لابسين نفس السلسله بنفس القلب المقسوم، كرمز يعني لصداقتهم الطويله والسنين اللي قضوها مع بعض. بعد كده هنا بتتكلم لوحدها مع اخو كيت، بتقول له ان لوسي طول الوقت بتحاول تلفت انتباهه، لكن هو في الوقت ده بيوضح انه شايفها اخته الصغيره وعمره ما هيبقى معاها. وعلشان ياكد كلامه اكتر بيقرب منها وبيبوسها، وطبعا من غير ما يحسوا ولا يعرفوا ان لوسي شايفاهم من ورا، وكانت طبعا متضايقه جدا من اللي شافته. وفي نفس الوقت الدكتور لامبرت بيوصل البيت وبيفحص بين الصغير، واللحظه دي بتربطنا مباشره بالمشهد اللي شفناه في اول الفيلم. وبعد كده القصه بتركز تاني على كيت اللي بدات تحس بتحسن شويه، بتصحى وبتمشي في البيت تدور على هوا نقي تشمه، وهي ماشيه بتلاقي الدبدوب. اللحظه دي بين بيظهر، لكن للاسف ما كانش على طبيعته خالص، بيبان غريب وعدواني، بيبص لها بنظره غريبه مرعبه. وعلى طول كيت بتستخبى وبتتصل بلوسي تطلب مساعده فورا. ولما لوسي بتنزل تدور عليها بين بيكون اختفى، وفجاه بيسمعوا صريخ من ناحيه حمام السباحه، وعلى طول بيجروا ناحيه الصوت. ولما بيوصلوا بين بيهدى لحظه، لكن اخو كيت بيلاحظ انه لسه خطر، وبعد ثواني بيمسك حبل ببطء علشان يربطه، وبين بيقاوم وبيتخانق. لكن في النهايه لوسي بتقدر تهديه، بتدلعه وبتخدعه لحد ما بيسيبهم يربطوه. ووسط سكوت وتوتر بيحاولوا يوصلوا للدكتور لامبرت، بس المفاجاه بقى لما بيتصلوا بيه بيكتشفوا ان صوت التليفون جاي من جوه قفص بين. وفي اللحظه دي ايرين بتوصل وبتتصدم ان الشمبانزي مربوط، لكن بين بيعض الحبل وبيقطعه، وبيقدر ان هو يحرر نفسه. ومره واحده بيهجم على ايرين وبيعضها، وبتبدا فوضى كامله ونقطه تحول كبيره في القصه. مش قادرين يوقفوه خالص، ومن غير خيار تاني بيقرروا ينطوا جوه حمام السباحه. وفي الوقت ده بين بيبص لهم عن قرب، بيفضل ماشي رايح جاي قدام حمام السباحه وبيسد لهم كل مخرج ممكن من الميه. وفي لحظه بين بيروح الناحيه البعيده وبيسيب فتحه شكلها كده تقول اللي هي مخرج، لكن في الناحيه التانيه في سكوت حر للمحيط مليان صخور كبيره جدا، يعني اللي هيقع منها هيموت على طول. وفي الوقت ده اخو كيت بتطلع في دماغه فكره بس خطر شويه، واللي هي انه يزق الشمبانزي بين من فوق. وفعلا بيبتدي يعوم ناحيه الشمبانزي وبيقدر يزقه، ولثانيه بتبان ان خطته نجحت. لكن للاسف لا، بين بيقدر يمسك في السور في اخر لحظه وبيبقى متعلق، ولما نيك بيغفل ثانيه الشمبانزي بينط تاني بقوه وبيشد نيك جامد، وللاسف بيوقعه من فوق على الارض. والخبطه دي كانت مدمره جدا، وللاسف نيك في الوقت ده اتخبط في دماغه جامد ومات. موت نيك بيصدم البنات تماما، خاصه كيت اخته متدمره نفسيا من اللي شافته. بين مش بيجري، بالعكس ده بيزود الرعب، بيطلع ضحكه مقلقه كده وتحسها شريره. وساعتها بيأكد أسوأ مخاوفهم، الشمبانزي مصاب بالسعار. ولما لوسي بتفهم خطورة الوضع بتعرف ان اختها ايرين محتاجة علاج فوري، وبحذر شديد لوسي بتطلع من حمام السباحة ببطء، وهو في الناحية التانية قاعد يبص لها وثابت مش بيتحرك. وكان ساعتها هدفها انها توصل للعوامة اللي بره وترميها في المية علشان الباقيين يفضلوا طافيين اكتر. ولوسي بتمسك العوامة وبترميها، لكن الغريبة بقى انها مش بتنط تاني في حمام السباحة، بالعكس بتقرب من بين بشكل خطير. التليفون قريب منه، عارفة انها لازم تتصل بالمساعدة مهما كان الخطر. واول ما يبان ان بين ابتدى يتحرك وهيمسكها، واحدة من البنات بتقدر تشتت انتباهه ثواني معدودة،
معدودة، والتشتيت ده بيدي لوسي وقت كافي تمسك التليفون وتنط تاني جوه المية. لكن لما بيحاولوا يتصلوا بالمساعدة بيكتشفوا ان الشاشة اتكسرت في الفوضى اللي حصلت قبل كده، وللأسف التاتش كمان كان بايظ. وفي حالة الخوف دي بيفتحوا قائمة المكالمات الأخيرة وبيتصلوا بآخر رقم، وحظهم ان المكالمة دي بتوصل للولاد بتوع الطيارة اللي كانوا في الوقت ده جوه حفلة كبيرة، مش عارفين خالص بالكابوس اللي بيحصل في الناحية التانية. لوسي وصاحبتها بيتوسلوا إليهم بالمساعدة، لكن الولاد للأسف بياخدوها هزار، عايزين يتبسطوا وخلاص، وبيفكروا كمان انهم بيهزروا معاهم. وفي نص الدوشة دي والإحباط ده بين بيقدر يتشعلق على الأنوار المتعلقة فوق حمام السباحة، وبيهجم فجأة على هنا بيقطع جزء كبير من شعرها بعنف جامد. وإيرين في الوقت ده كانت مرعوبة وبتسأل ليه بين بيعمل كده. وفي اللحظة دي لوسي بين الخوف والاستسلام بتقول كلام مرعب. بين مش موجود في الجسم دلوقتي، وبتقول ان في حاجة تانية اكيد سيطرت عليه. وفي الناحية التانية بنطلع وبنشوف ادم اللي كان قاعد وبيوقع كتب، وفي الوقت ده بيجيله مكالمة من الدكتورة البيطرية، لكن في الوقت ده ادم ما كانش فاضي فكنسل عليها. وبعد شوية بتبعت له رسالة تقول له فيها ان عينة الحيوان اللي بعتها لها طلعت ايجابي لمرض السعار، وادم مش مصدق وبيقول لها ان مفيش سعار اصلا موجود جوه هاواي. وساعتها الدكتورة بترد انهم هيعملوا تحاليل تانية جديدة علشان العينة ممكن تكون اتلوثت في النقل. وادم في الوقت ده كان قلقان جدا، بيحاول يتصل بلوسي لكن مش بترد علشان تليفونها طبعا متساب في اوضتها. ونرجع تاني للبيت، البنات ساعتها بيفهموا انهم ما عندهمش غير حل واحد، يجيبوا تليفون نيك اللي متساب في الصاله. ولوسي بتطلع بالراحه ومعاها كيت، بيقدروا يوصلوا للمدخل، بيفتحوا الباب بالراحه وبيدخلوا الاوضه، بيمشوا في الصاله بهدوء لحد ما بيشوفوا التليفون. لكن وهم قريبين بيخبطوا في ريموت التلفزيون بالغلط، والتلفزيون بيفتح على طول، والصوت بينبه بن وبيجي عليهم فورا. ومن غير خيارات تانية البنات بيضطروا يستخبوا جوه الدولاب علشان ما يتشافوش. وبن بيمشي ناحيه التلفزيون اللي كان فيه برنامج كرتون شغال، وفي اللحظه دي بيبان انه هادي، لكن فجاه بينفجر وبيغضب وبيكسر التلفزيون. والبنات في الوقت ده طبعا كانوا مرعوبين، بيرجعوا خطوه خطوه وهم جوه الدولاب. وفي الوقت ده بيعملوا صوت وهم بيتحركوا، وبن بيروح ناحيه الدولاب على طول وبيبدا يخبط في الابواب، بيقطعها بقوه جباره. والبنات بيستخبوا وسط الهدوم، يا دوبك بيقدروا يتنفسوا. وبن بيدخل الدولاب وبيدور بعصبيه وبيقرب بخطر، لكن المعجزه بقى بتحصل ومش بيلاقيهم، وفي الاخر بيمشي. وفي الوقت ده لوسي بتقرر تطلع الاول، وبلغه الاشاره بتكلم كيت، بتقول لها انها تفضل مستخبيه وهي هتروح تدور على طريقه ينجوا بيها. ولما لوسي بتطلع من مكانها بتمسك التليفون وبتحاول تتصل بالمساعده بيأس. وفي اللحظه دي بتسمع بن بيستخدم التابلت وبيكرر جمله مرعبه: لوسي وحشه. والكلام ده بيخليها تخاف جدا وتقلق، وبتبص فوقيها وبتلاقيه وبيبص لها بنظره تهديد. وفي الوقت ده بتحاول تجري، لكن بن بينط عليها وبيهاجمها بعنف. كيت بتتحرك فورا، بتمسك عصايه وبتضرب الشمبانزي علشان تنقذ صاحبتها. وبفضل الحركه دي البنات يقدروا يهربوا من البيت، وبيقفلوا الباب وراهم. لكن بن عارف كويس ازاي يفتح الباب، وبيبدا يضغط عليه لحد ما كيت تقدر تمسكه وتسيطر عليه شويه وقت. وبعد كده الشمبانزي بيبدا يخبط على الازاز بغضب، لكن في الوقت ده الازاز ما بيتكسرش. وساعتها بن بيرجع خطوه لورا وباين انه متعصب وغضبان. وفي الوقت ده بيفتكروا ان هم استريحوا، لكن لوسي بتفهم الحقيقه بسرعه. بن مش واقف علشان يستسلم، ده راجع علشان ياخد مسافه. وثواني بعد كده الشمبانزي بيجري بسرعه كامله وبيكسر الازاز وبيدخل. وفي الوقت ده البنات بيطلعوا يجروا، واثناء جريهم بن بيمسك كيت، بيضربها وبيرميها من السلم اللي نازل لحمام السباحه. لوسي بتجري وراها، لكن فجاه كيت مش جنبها، بتسمع صريخها وبتجري ناحيه الصوت. لكن للاسف بتوصل في اللحظه اللي بن بيمسك صخره فيها وبيخبط دماغ كيت مره واثنين وثلاثه، وفي الاخر بيقتلها بوحشيه من غير اي رحمه. وبعد ما بيقتل كيت بن بيلف ناحيه لوسي، وفي الوقت ده لوسي بتجري من غير ما تفكر ولا تقف. ولما بتحاول تنط في حمام السباحه الشمبانزي بيمسكها وبيهاجمها تاني. وفي اللحظه دي هنا بقى بتطلع من الميه وبتساعد، بتمسك حبل وبتلفه حوالين رقبه بن، وبتقدر انها تنط في الميه مع لوسي. الاتنين بيشدوا بكل قوتهم، بيحاولوا يجروا الشمبانزي جوه الميه ويغرقوه، عارفين انه مش بيعرف يعوم، لكن للاسف قوتهم مش كفايه. بن بيقدر يحرر نفسه تاني وبيحطم اي فرصه للنجاه. وفي نفس الوقت ادم بيخلص شغله بنجاح، لكن القلق مش بيسيبه في حاله. بناته مش بيردوا، وفكره ان الشمبانزي ممكن يكون مصاب بالسعار بقت خوف حقيقي. وفي الوقت ده الولاد بتوع الطياره درو وفيل بيوصلوا بيت لوسي بعد ما شاركت موقعها هي فين بالظبط في المكالمه. ولما بيوصلوا بيتفرقوا يدوروا على البنات، واحد بيدور فوق وواحد بيدور تحت، فاكرين انها هزار او مفاجاه. واللي مش عارفينه ان بن شافهم اصلا. وبهدوء وبتركيز الشمبانزي بيبدا يمشي وراهم جاهز يقتل اي حد. وبعد كده درو بيوصل الاوضه وهو مفكر ان البنات مستنينه هناك، ولما بيتاكد انهم مش موجودين بيدور اكتر على
عليهم، بيفتح الأنوار وبيبص على كل مكان وبيمسك صورة في برواز. وفي اللحظة دي بيكتشف حاجة مقلقة، البنات عندهم شمبانزي كحيوان أليف، والوضع بيبقى مرعب لما درو فجأة بيتقابل وش في وش مع الشمبانزي، بيقرب منه ببطء وبيخوفه بوجوده. درو بيحاول يهدي الموقف وهو بيدور على طريقة يشتت انتباهه بيه، وفي الأول بيتصرف بشكل ودود، يعني ممكن نقول بيلعب معاه، يطلب من بن إنه يسقف، وبن فعلا بيسقف بشكل مفاجئ. وبعد كده درو بيطلع مفاتيحه وبيمرجعها قدامه علشان يشتت انتباهه، ناوي يرميها له بعيد ويشتري وقت إنه يهرب، لكن الخطة بتفشل طبعا. بن مش بيروح ورا المفاتيح، بالعكس بيقرب أكتر منه ببطء وبتهديد. وفي الوقت ده درو بيستمر يلعب الدور ثواني كمان، لكن لما بيبان إن الشمبانزي مش مستجيب وبيبقى عدواني علنا، الخوف واليأس بيسيطروا عليه، وبيبدأ يشتم بن وبيزعق له وبيشوح في وشه، وده بيزود غضبه أكتر. وفي انفجار وعنف وحشي مفاجئ، الشمبانزي بيهجم على درو، بيمسكه من بقه بقوة غير بشرية، بيقطعه نصين، والمشهد بيبقى بشع جدا ومقزز وهو بيلعب بالفك زي اللعبة. وبعدين بيرجعه على جثة درو، واحدة من أكتر لحظات الموت صدمة في الفيلم كله. بعد كده بن بيروح يدور على الولد التاني، والولد ده بيقدر يلاقي البنات اللي لسه كانوا مستخبيين جوه حمام السباحة، وساعتها لوسي بتصحى في اللحظة دي، ولما بتشوفه بإشارة يأسة تبلغه يسكت ويتصل بالمساعدة، وساعتها هو بيتجاهل تحذيراتها وبيبدأ يزعق. الزعيق طبعا بيخلي بن يجي على طول. الشمبانزي بيظهر وبيخوفه، لسه شايل فك درو علشان يزود الرعب. فيل بيحاول يجري، وفي يأس تام بيمسك جاروف يدافع بيه عن نفسه، لكن للأسف بن بيهاجمه بوحشية. وهنا في الوقت ده بتستغل التشتيت اللي هو فيه وبتطلع من المية وبتهرب، وبتجري من غير ما تبص وراها، بتمسك مفاتيحها وتليفونها وبتطلع من البيت جري. وللأسف بتنط في العربية الغلط، عربية الولاد، ولما بتكتشف غلطتها بتحاول توصل لعربيتها، لكن بن بيرجع يظهر. وفي اللحظة دي هنا بتفهم حاجة مهمة جدا ومرعبة، إن الشمبانزي مش بس عنيف، ده ذكي جدا كمان. بن معاه مفاتيح عربيتها، وبهدوء مرعب الشمبانزي بيفتح العربية وبيقرب منها ببطء. وفي الوقت ده هنا ما كانش قدامها غير إنها تتصل بالطوارئ، وبتتوسل إليهم إنهم يساعدوها، واللي بتكلمها في التليفون بتسألها عن العنوان، لكن هنا مش فاكرة ولا مركزة، تتوسل إليها تاني إنها تتابع المكالمة وتوصل للمكان. وفي اللحظة دي طبعا الشمبانزي مش بيستنى، بيفتح الشنطة وبيدخل العربية. حتى وهي بتحاول تهرب الشمبانزي بيمسكها وبيسحبها جوه العربية وبيقتلها من غير أي رحمة، والمشهد بيخلص والعربية متغطية بالدم في كل حتة. بعد كده بنرجع تاني للوسي، أخيرا بتطلع من حمام السباحة وبتروح ناحية البيت، مش بتلاحظ الحاجات اللي متكسرة والمتبعترة في كل مكان، وللأسف بتدوس على حتة إزاز، وده اللي يخليها تتألم وتصرخ من غير ما تاخد بالها. لكن خلاص فات الأوان، بن موجود فعلا وبيهجم عليها كالعادة. وفي اللحظة دي بالظبط باباها آدم بيوصل البيت، ولما بيسمع صوت العربية بن بيتشدد وبيجري وراه. حتى وهي مجروحة لوسي بتحاول تمشي وراه، طبعا عايزة تحذر باباها لأنه مش بيسمع ومش بيتكلم وعشان تنقذه. وفي اللحظة دي آدم بيدخل البيت وبيلاقي المكان متدمر خالص، مش عارف ايه اللي بيحصل، مش واخد باله خالص ان لوسي وراه بالظبط بتحاول تلفت انتباهه. وفي اللحظة دي بن بيرجع يظهر، بيجري ورا لوسي وبيهجم عليها تاني. في الوقت ده طبعا آدم مش حاسس بأي حاجة وسايب بنته تحت رحمة الشمبانزي. وفي الوقت ده لوسي بتقدر تتحرر من بن للحظة، وفجأة بيبان هادي تاني، بيقرب منها ببطء بطريقة شبه مألوفة، بيمسك ايديها اكنه عادي يعرفها، لكن كله خداع في خداع. وفي لحظة واحدة بن بيكسر ايد لوسي، وفي الوقت ده بتقدر تقاوم الألم وبتضغط على جرح مفتوح عند بن، وبتقدر انها تزحف تحت الكنبة، لكن بن مش بيستسلم وبيستمر يحاول يوصل لها. وبغضب شديد جدا وفي اللحظة دي ايرين بتظهر وبتقدر تجذب انتباه الشمبانزي، وبن ما بيكدبش خبر وبيهجم عليها على طول. لوسي عارفة ان بن اقوى دلوقتي ومصاب بالسعار، فبتجمع كل قوتها اللي فاضلة علشان توقفه عند حده وتقدر تنقذ اختها. وفي نفس الوقت آدم بيكتشف بقايا درو وبيفهم كل حاجة، خايف جدا ومرعوب، بيجري في البيت كله واخيرا بيلاقي بناته. وفي الوقت ده بن بيهاجم لوسي بعنف من تاني، ولما خلاص هيقتلها آدم بيوصل وبيحاول يشتت الشمبانزي بصفارته، لكن الصوت مش بيهديه خالص زي كل مرة. بيرجع فعلا عن لوسي بس علشان يهجم على آدم بقوة وعنف. آدم لسه واقف بيحارب علشان يحمي بناته، لكن بن أقوى بكتير وبيبان إنه خلاص رايح يقتله. وقدام المشهد ده لوسي بتمسك جاروف وبتبدأ تضرب الشمبانزي، بتحاول تقتله وتنتقم لموت صحابها، لكن التفاصيل دي مش بتمشي زي ما كانت مخططة لها. الجاروف ده بيتقسم نصين وبن بيستغل الفرصة وبيهجم عليها تاني. وفي اللحظة دي آدم بيقدر يقوم تاني وبيضرب الشمبانزي، بيخليه مذهول لثواني. آدم بيشوف إزازة قريبة بيمسكها وبيكسرها في دماغ بن، ولما بتتكسر بيستخدم الإزاز اللي اتكسر علشان يطعن بيه في صدر بن مباشرة، وعلى الأغلب الإزاز ده وصل لقلبه. بيبان
إن بين أخيرا انهزم، والعيلة ساعتها بتحضن بعض مقتنعين إنها خلصت. لكن الهدوء ده مش بيدوم كتير، بين للأسف بيقوم ببطء وبيهجم لآخر مرة على العيلة. لكن لوسي بقى بتفهم اللي بيحصل، وفي لحظة تضحية بتزق باباها وأختها على جنب وبتبقى جاهزة إنها تاخد الهجوم ده بنفسها. لكن في اللحظة الأخيرة آدم بيمسك إيد لوسي، وفي النهاية بين هو اللي بيقع، بيخبط في هيكل خشبي بيخترقه تماما من أوله لآخره، بيخلص على حياته أخيرا وإلى الأبد. وبعد شوية الشرطة بتوصل بعد ما قدرت إنها تتبع مكان المكالمة، وبنشوف إيرين بتروح المستشفى علشان تاخد علاج للسعار، والدكاترة الحمد لله بيأكدوا إنها هتبقى كويسة. وآدم ولوسي بيحضنوا بعض ومش مصدقين الصدمة اللي هم فيها. وفجأة لوسي بتسمع التابلت بتاع بن اللي كان بيقول لوسي وحشة، وطبعا بتخاف وبتترعب لحد ما بتفهم في الآخر إن واحد من الضباط هو اللي كان بيلعب في الجهاز. ومن هنا بتكون نهاية قصة فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.